السلام عليكم. الله يسعد المساء أمسية سعيدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. تحياتي واحتراماتي لدعمكم ليا، والله يخليكم، الله يكبر بكم، الله يسهل عليكم. فؤاد اللي كيعيش هو ولد مدينة أكادير، كيعيش مع مو وباه وخوه وخواتاتو جوج. خواتاتو جوج مزوجين، وحده مزوجه في مراكش، وحده مزوجه في أكادير. وخوه باقي صغير تيقرا، وهاد توفيق تيقرا، خرج من القرايه وتيقرا فندقه. اشنو دار فؤاد؟ جا عند ختو لمدينه مراكش، ختو اللي كتسكن في المحاميد. جا عند ختو، هو مازال باقي صغير، والمصيبه الكبيره هو راجل ختو أسوأ خلق الله داك السيد. المهم كان مجوج بختو، وختو عايشه معاه بخير، ما عندهاش وما خصهاش، وهي خدامه سربايه، وهو ما عرفاش خدام في شي شركه ولا بحال هكذا. المهم تلاقيهم غير الليل في الدار. وفؤاد جا عندهم على اساس انه يجلس مع اختو ويقرا الفندقه. بقى السيد فؤاد جالس عند اختو، وبحال ولات عنده ميوله زينتيه، بحال كيدير الحركات ديال البنات. المهم فؤاد راجل ختو كان تيلاحظ وتيشوف فيه، ومره تيقيسو، ومره تيحط عليه يديه، مره تيضحك معاه. فؤاد ما كان على بالو والو، ما فهم والو. المهم هو السيد كان كيحاول يتحرش به، والخت ما فراسها ما يتعاود، خت فؤاد. المهم طال واحد النهار فؤاد في الدار وراجل ختو. داك النهار ما خدامش ربو، واختو خدامه تربايه، يعني فين وفين كتجلس شي نهار كتعطيها ربو، شي نهار مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم على حسب. ما هي خدامه بواحد القهوه سربايه. ما كاينينش سربايات، يعني هي كتجلس شحال اللي كتشد الروبو، هي تقريبا 15 يوم ولا اكثر، كتشد واحد النهار الروبو اللي كتمشي فيه للحمام وتصبن فيه حوايجها. المهم ما ليناش، هذاك النهار جا السيد دخل على فؤاد واغتصبو. اش غادي نقول لك، بوحشيه، وست ليه فمو وسكتو وبرك عليه. اغتصبو معنى كلمه الاغتصاب. فؤاد تصدم، مبقى فاهم حتى شي حاجه، وقال لي شوف، الا قلتيها لامك ولا لباك ولا لختك غنصفيها لك، وغادي نجري عليك من هنا، وسير رجع لداركم، ما ندير لك شي حيله ونجري عليك. فؤاد مغلوب على امره اضطر انه مسكين يسكت ويصبر، وبقى بديك المعاناه. كتخرج اختو تجي، بعض المرات كيجي هو كيتعطل من وراها في الغداء كيغتصب، وعاد كيخرج، بعض المرات يدير راسو مريض ويجلس في الدار ويبرك على السيد كيغتصب بوحشيه. حتى صافي الدري ولات عنده ميوله زينتي بحال البنات، ولا تيخرج تيتعوج، تيدير ديك الحركات ديال البنات، ولا غادي تيحاول انه يخرج المؤخره ديالو، وبزاف ديال الحركات اللي كيديروا المتحولين اللي كيقولوا هما بحال الكلمه اللوبيا في مراكش، تيقول اللوبيا. المهم ما ليناش، السيد واخا ديما كيمارس عليه، السيد ساكت ورد على قلبه، وما باغيش يشتت الشمل ديال ختو مع راجلها، وما قادرش يقول لها والو، وما قادرش في نفس الوقت يقولها لوالديه. بقى صابر، والسيد غادي يوم ما كيتمادى، كل ساعه خصو يجي يدخل عليه، كل ساعه يغتصبو، كل ساعه يهددو انه ما يهضرش. المهم فؤاد لقى العذاب الاليم مع راجل ختو. نهار بغا يفضحوا الله، وقص تفاهم ما بينه وما بين مراته،
تخاصموا، وصلوا فيها لفين، وصلوا ليها تا كل واحد ولا كينعس في بيت. فؤاد ولا كيشوف داكشي ما عجبوش الحال، ساكت وضرب الطم وما فاهم والو، وما بغاش يقول لختو حتى شي حاجه. بقات هي وراجلها مخاصمين في نزاعات ديما ديما ديما، وفؤاد كيحاول يقول لها، كيبين لها زعما بحال كيشجعها انا تفرق معاه، وفي نفس الوقت ما باغي يقول لها والو. بقاو توصلوا للطلاق، وصلوا للطلاق، طلقوا. هو يولي فؤاد تيسرسر، راه ما عندك فؤاد، كيعاود لختو هدر ليا وهدر ليا وهدر ليا وهدر ليا، ولكن بغى صابر. اختو ما عقلت، هزت يديها عطاتو واحد التمرميقه في وجهو حتى دار. فؤاد تصدم علاش ضرباتو اختو، قالت لي علاش الحمار حاشاكم، هاد الفاظ صبات كنهضر، علاش داك الوقت فاش كان كيجي كيغتصبك ما كتقولهاش ليا، وعلاش عيطت لامك التليفون قولها لامك قولها لباك. قال لها لا اختي انا ما باغيش نخرب عليك حياتك الزوجيه مع راجلك. يعني فؤاد رفد لها من اختو وضرب الطم وساكت ما باغيش يهضر. قالت له انت غلط، هادشي درتي كله غلط، كان عليك من النهار الاول اللي اغتصبك كان عليك تقولها. وفعلا فؤاد غلط فهاد اللقطه هادي اللي سكت، هادشي من عام كامل غلط. يعني بحال كان حتى هو عاجبو الحال بيني وبينكم، تغتصبتي المره الاولى الثانيه والثالثه حتى ولا كيمشي بحال البنات وكيتعوج ولا كيخرج، راه ماشي غير اغتصبوا راجل خطوس بوحدو، ولا هو كيعجبو يمشي مع الرجال. فؤاد ولا كثرت ما اغتصبوا راجل اختو ولا حتى هو كيبغي يخرج يمشي مع الرجال، صور فلوس، دير بزاف د الحوايج. اختو ما بغاتش لي ديك الحاله، اختو بغاتو زعما يكون راجل وجابته باش يقرا عند الفندقه ويدخل احسن اوطيلات يخدم فيهم بزاف د الحوايج، ماشي جابته باش يتغتصب ويخرج يمارس الطعاره، باش فهمتوني. المهم ناضوا داروا دعوه مع داك الحمار اللي اغتصبوا. وقع المشكل، توصل الخبر للوالد ديالو. الوالد ديالو ما نقولش لكم، ما تخيلوش الصدمه اللي تصدم فراجل بنته اللي اغتصب ليه ولدو، وولدو ساكت هادشي من عام كله. مع ان اخت فؤاد هي فاطمه الزهراء هزت التليفون وعيطت لباها، قالت لي راه راجلي ها كان كيدير فؤاد وها كان كيدير فؤاد وها كان كيدير فؤاد. فؤاد بقى كله كيغزل وكيترعد، مابقى فاهم والو. ولكن بيني وبينكم ما كانش عليه هو يسكت. نهار اغتصبك النهار الاول كان عليك تقولها لاختك، ولكن فؤاد بيني وبينكم بحال جاني عجبو الحال وبقى ساكت، ولا كيخرج الشارع كيمشي انه يقرا الفندقه ويتلاقى مع شي واحد، تيمشي معاه في الطوموبيل تيريح معاه. المهم كيجلس هو وياه، نتوما عارفين بلا ما نكمل لكم الهضره، تيعطيه 400 درهم ولا 500 درهم ولا الله اعلم، وكيجي فرحان يعني بحال السيد ولا في هذاك الشيء فاش ماشي هو. ايوا المهم دعاوه، راهم باقين حاليا وياه في المحاكم. يلا دعاه، هادشي كنقول لكم راه قصه حقيقيه ماشي مألفه من راسي ولا. يلا دابا في الدعوات في المحكمه، نتمنى نعاود لكم نكمل لكم الجزء الثاني والاخر ديال كيفاش غادي تلا وكيفاش باش غيحكموا على داك راجل ختو. باش المهم هو ان جباه ودار حاله وبالباله وضرب ولده وضرب بنته اللي قال لها مأمنك على خوك وما قدرتيش تحضي حتى شي حاجه، ولا هذاك كيغتصب في ولدي وسنين وولدي ساكت تا هو خلا ليه ضربوه انت ساكت. يعني انت عاجبك الحال، كنتي نهار الاول اغتصب كنتي تقولها. المهم السيد باللي راه باقي الروينه النظام، باقي باللي السيد راه هم داعينو، وباه تصدم صدمه قويه. ميمو ما عرفت كيفاش تقبلت الموضوع وكيفاش تخلي الموضوع راسها. واش غادي نقول لكم، هذه عبره لمن حاول يهتك ويغتصب الولاد الصغار
وهو اغتصب وهو باقي صغير، يعني مازال باقي في واحد اللاج اللي باقي 17 سنه، فهمتي؟ يعني قاصر.